لو عايزه شعرك يبقى كويس كانك كل يوم عامله في الكوافير، هقولك على روتين حلو جدا للشعر وانا بستخدمه شخصيا. اول حاجه لازم اقص شعري كل شهر، اقص الاطراف بتاعته عشان اقص المتقصف اول باول. ثانيا، قبل ما اغسله لو انا عارفه ان انا تاني يوم هغسل شعري، اكون جايبه له زيت ودهنه شعري بيه. الزيت ده اسمه زيت السدر. زيت السدر ده بجيبه من اي عطار يكون كويس. انا مش عارفه والله سعره دلوقتي ايه، بس هو في حدود 130 جنيه ولا حاجه. هو زيت تقيل شويه، تحطيه على شعرك، شعرك هتحسي ان هو تقيل وريحته يعني شويه كده، بس انت هتغسليه تاني يوم. تبيتيه على شعرك 24 ساعه او من بالليل لحد الصبح تقومي تغسليه. هغسله ازاي او اكون عامله ايه؟ عندك ازازه الشامبو، اي نوع شامبو انت بتستخدميه. هتجيبي الازازه هي لو كامله تقسميها، تفضي منها شويه شامبو وتحطي على الشويه اللي جوه ميه وترجيه بحيث الشامبو يبقى مخفف. ليه مخفف؟ لان الشامبو بيبقى فيه سلفات، السلفات دي هي اللي بتضر شعرك، فانا هخفف تركيز السلفات اللي جوه الشامبو. وشويه تانيين هحطهم في ازازه تانية وبرضه هستخدمهم. كده الشامبو هيقعد معايا وقت اطول. خرجت بقى من الشاور شعري مبلول، استنى لما يبقى مندي كده شويه ومندي، احط على الاطراف عشان ما تقصفش. حط لها زيت الارجان. زيت الارجان ده بص من كتر ما انا بستخدمه عامل ازاي، بجيبه برده من عند العطار. ده في حدود ال 100 جنيه بالظبط. ده بيتحط على اطراف شعرك، تجيبي كميه وتحطي بيها على اطراف الشعر عشان اطراف الشعر تبدا تطرى، لان الشعر بيبقى جاف هو ده اللي بيبوظ. والباقي اللي في ايدك حطيه على باقي فروه راسك، بس اوعي تاخدي كميه تحطيها على فروه راسك. ده للاطراف فقط لا غير. ولو ريحه شعرك بيكمكم او بيطلع ريحه مش حلوه عشان هو دهني، هقولك على سبراي ترشيه. لو عايز تعرفي اسمه اساليني في الكومنتات. ولو بتشوفيني مش عامله لي متابعه فياريت تعملي لي متابعه، واعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. ولو متابعني على تيك توك اعمل لاف ومتابعه وسيف لي الفيديو.